إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. ما زال الحديث موصولا عن الصديق أبي بكر رضي الله عنه. خلاف حصل ما بين أبو بكر وما بين عمر، هنذكره عشان نتعلم إزاي الناس ديت كانوا بيتعاملوا إزاي حتى في خلافتهم مع بعضهم البعض. أبو بكر كان حد شوية، حد في الطبع شوية، حصل بينه وبين عمر خلاف، فأبو بكر شعر إن هو أخطأ في حق عمر، فراح ذهب لعمر بن الخطاب علشان يستسمحه، فأبى عمر عليه. عمر أبى على أبي بكر إن هو يسامحه في الموقف اللي حصل بينهم بعض. فأبو بكر راح للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: جاء أبو بكر وهو آخذ ثوبه في طرفه حتى أبدى عن ركبته. دي كان حاله وهو جاي على النبي. فلما النبي شافه قال: أما صاحبكم قد غامر، يعني في وجهه خصومة. فراح أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يشتكي له من الموقف اللي حصل. قال بعد أن سلم قال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأنا عرفت إن أنا اللي غلطان، فذهبت إليه فأسرعت إليه. شوف الموقف. أبو بكر لما عرف إن هو غلطان في عمر أسرع لعمر علشان يستسمحه. لكن سبحان الله، يعني بتجد إن المواقف دي عندنا كتير جدا، لما يكون واحد غلطان في حد بتأخذه الأنفة والعزة وما إلى ذلك، ويقول في نفسه وأنا ما عملتش فيه حاجة، أو أنا ما أغضبتوش أو ما إلى ذلك. لكن أبو بكر لما شعر إن هو أخطأ في حق عمر يقول: فأسرعت إليه. مش كده وبس، ثم ندمت كمان على ما فعل. مش كده وبس، فسألته أن يغفر لي. مين اللي بيعمل كده؟ مين اللي بيعمل الكلام ده؟ ما بيعملش الكلام ده إلا المتجرد فقط، لله تبارك وتعالى وللنبي صلى الله عليه وسلم. دول ناس كانوا عايشين من أجل طاعة الله عز وجل ومن أجل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فأسرعت إليه فأبى علي أن يغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. نرجع لعمر. عمر بن الخطاب يعني لما رجع نفسه وجد إن هو غلط، فأسرع إلى بيت أبي بكر. ليه؟ علشان يقبل منه العذر. فلما سأل على أبو بكر: أثم أبو بكر، يعني أبو بكر هنا؟ قالوا لا. فهو كان يعلم أبو بكر لما هو مش موجود في بيته بيكون مع النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو الدرداء. فلما جاء عمر فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام غضب شديد جدا على عمر بن الخطاب. فلما تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق جثى على ركبته وقال: والله يا رسول الله، إني كنت له أظلم، إني كنت له أظلم، ده أنا اللي كنت غلطان في حقه. فلما جاء عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، إن الله قد بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال أبو الدرداء: فما أوذي أبو بكر بعدها. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، يعني أبو بكر مهما يعمل، أبو بكر الصديق ده يعني سبحان الله له أجر عظيم جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، وله مكانة كبيرة جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده أبو الدرداء قال: فما أوذي بعدها، يعني بقية المواقف بمشيئة الله تبارك وتعالى سنلاحقها. يعني إن أردتم أن أنتم تستمروا معنا بمشيئة الله سبحانه وتعالى في بقية المواقف، فنحن نرجو من حضراتكم أنكم تشيروا هذا المقطع، وأنكم مستني تعليقاتكم، حتى لو كانت التعليقات ديت فيها نقد، إحنا بنقبل النقد بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وأدعو الله تبارك وتعالى أن يعني أنا أرجو من حضراتكم الاشتراك في القناة لكي تعم الفائدة. والشيء الثاني، يا ريت إن إحنا لو عجبك الفيديو ده، أنا أرجو من حضراتكم الاشتراك في القناة
ومشاركة الفيديو عشان تعم الفائدة، خاصة إن أبو بكر الصديق رضي الله عنه ده من الناس اللي هو محارب من ناس كتير زي الشيعة. فأنا أتمنى يعني مشاركة الفيديو واللايكات علشان تعم الفائدة بمشيئة الله تبارك وتعالى، وعلشان المسلمين يعرفوا قدر أبي بكر، ويا ليتنا نعرف قدر أبي بكر. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.